فضيلة الشيخ، ما موقف العلماء والدعاة من الدعوة للإصلاح السياسي والذي تشهد البلاد دعوات متكررة إليه؟ وهل العلماء ضد الإصلاح في هذا الجانب؟ الإصلاح مطلوب في كل وقت، لكن الإصلاح ينبغي أن يكون على أصول شرعية وليس على مطالب عامة الناس وأفرادهم. ينبغي أن يكون الإصلاح مبنيا على ما دل عليه الكتاب والسنة وما دلت عليه سيرة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. إنصاف المظلوم ونصرته وأخذ الحق من الظالم ومنعه من الظلم إلى غير ذلك. وأما الإصلاح الذي يردد في الصحافة أو في بعض اللقاءات فينبغي أن يعرض على أحكام الإسلام ما كان في أحكام الشريعة معتبرا إصلاحا ففيها ما يغني عن هذه المطالبات، وما كان ليس بإصلاح فينبغي أن يتقيد بما دل عليه القرآن والسنة وما فهم عنهما وأصله علماء الإسلام في قواعد الحكم وغيره.